صديقي الحق، ده طلع في سمك بيطير. دي مش سمكة في هاري بوتر ولا بابجي، لا دي حقيقة، والحقيقة ممكن تدهشنا أكتر من الأفلام والأساطير. اسمع القصة عن الفلاي فيش. خليني أقول لك إن الفلاي فيش مش بتطير زي الطيور، يعني ما هياش رفرفة مستمرة. اللي بيحصل إن هي بتبقى قفزة توربينية، تقدر تطير 200 متر من نطة واحدة. في حوالي 40 نوع مختلف من الفلاي فيش، بتعيش في جميع المناطق، ممكن تشوفها في البحر الأحمر. طب بتطير إزاي؟ زعنفها كبيرة شوية زي الأجنحة، لما بتكون جاهزة للقفز بتزيد سرعتها تحت المية جامد، وبحركة بديلها قوية بتطلع بره المية وتفضل طايرة من 10 ل 45 ثانية. ودي نعمة من ربنا عليها عشان تهرب من أي خطر عليها تحت المية. بس الحلو ما يكملش، للأسف هي مهددة برا وبحرا، إن هي مع طيرانها لو استمرت كتير ممكن تقابل طائر زي النورس يقوم واكلها من فوق. أحيه. المرة الجاية يا صديقي وأنت على المركب عايزك تركز على المية، هتلاقي في سمك مرة واحدة بينط ويطير، هو ده صديقي الفلاي فيش. عمرك شفت فلاي فيش قبل كده صديقي؟